السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة. عملنا بقى يوم عرفات أكلة مية مية الصراحة. عملنا أكلة يوم عرفات تستاهل بقكم. هنبدأ بقى ايه نعمل ونشتغل كده ايه نقول بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا الكوارع ديت عاملينها يوم وقفة عرفات عشان خاطر نفطروا بيها. وهنعمل معاها ايه تاني هنشوف مع بعض. وهنسلق بيضك لحمة للعيد عشان خاطر ميبقاش عندنا وقت في العيد كله خروجات والزيارات وايه وان حد طبق عليكي يبقى انت عندك اكلك موجود. يبقى خيرك بيتك مليان بالخير ومبقاش انت ايه لسه هتطلعي وتعملي كده. بقى نزل معلقة سمنة كبيرة عشان خاطر نحضر بقى ايه. النهارده كان يوم وقفة عرفات، يوم الوقفة. وحضرنا الغدا بتاع اليوم بتاع عرفات واللي اتبقى معانا قضينا بالعيد. بس انا سلقت لحمه زياده عشان خاطر ايه العيد بدك واحد بيخرج ويجي من بره مشوار، عايز ينجز وعايز جاي من بره جعان عايز ياكل عايز عيل يعني جعان يا ماما عايز اكل حطي لي اكل حطي لي اشرب. يا دوبك اسخن وبس يعني ايه حضرت اكل يبقى اكل موجود عندي بالزياده. فاهمه قصدي ايه؟ هنبدأ بقى نعمل بقى طريقة الكوارع ازاي من غير زفارة من غير اي تغيري مية ولا تغيري اي حاجة. تعالي مع بعض نشوف مع بعض. قبل ما تبدأي طبعا ايه تصلي على سيدنا محمد وندوس لايك ونعمل اشتراك حلو كده لو انت على اليوتيوب. لو انت على الفيس طبخة سهلة مع شيماء اعملي متابعة واعملي على زر الجرس اهم حاجة عشان يوصلك كل الاشعارات اللي ايه اللي انا بنزل فيديو فيها. هنسمي الله ونسيب السمنة تسخن خالص كده على اقل من ملها وننزل بقى ايه الكوارع. انا طبعا الكوارع دي حطاها في محلول نقع كنت عاملاها لكم في فيديو قبل كده من كام يوم. يعني المحلول النقع اللي انا نقعته فيها قبلها بليله انا سبتها في المحلول ده قبلها بليله. بص منزلها ازاي وكبيره بسم الله ما شاء الله اللهم بارك الحاجه. بص يعني كبيره ازاي وحلوه كرع كرع يعني ما شاء الله عليه يعني الكرع ده قعد معانا يومين ناكل فيه. احنا بناكل بدك ايه حته حته من ما بندبش بقى نمسك العظمه كده ونهبش بالاكل لا بناكله حته حته كده عشان خاطر احنا ايه يعني لو ناكلها على بعضها كده بنتقرف. بناكل حته بالمعلقه كده مع رز معلقه ومع رز او مع المحشي حته صغيره كده عادي يا بدك نفس الكلام. بياكلوا ايه حتت حتت كده. ما لسه منعرفش ناكل الهبر والكلام ده بالكوارع والكلام ده. بس الكورع واحد ما شاء الله عليه عامل كميه قد ايه بسم الله ما شاء الله راجل مقطعهن ما حلو. وكورع صغير شايفين ان العظمه الزرقاء دي العظمه الزرقاء دي تبينك ان العجل صغير مش كبير. والكورع ده بيستوي بسرعه ما ياخدش معاكي ايه وقت كتير خالص في السوا. نسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. واسرع لكم بس الفيديو شويه عشان خاطر وقتكم كده ايه. انا حطيت ميه سخنه في الكتل عشان خاطر لازم تنزلي ميه سخنه على لحمه على كوارع على اي حاجه بتنزليها بتعملها طشه كده عشان خاطر بتغيب. لحمه كوارع بقى عندك الممبار عندك اي حاجه حطي لها ميه سخنه. ورق لورا بصلايه كبيره نكه بقى ايه بالطماطم كده وتنكهي بقى شربتك وحبهان وخلي شربتك بقى لا يعلى عليها. محلول النقع ده كذا ميه اقولك ان هو بيخليكيش تغيري ميه الكوارع. محلول النقع بيطلع كل الزفاره وكل القرف كله في الميه. محلول النقع ده بصي بيخلي ميه بتاعت الشوربه نضيفه راقيه رايقه غير لما تجيبيها من عند الراجل وتنضفيها وترميها على طول. لكن محلول النقع ده بيخلي مفيش زفاره اصلا شم ريحه الزفاره ولا في اي ريحه طالعه من الكوارع نهائي. اللي مش بيحبها هيحبها واللي ما جربهاش فايته نص عمر الصراحه. لو ما جربتيش الكوارع دي فايتك نص عمرك. انا عمري كنت في حياتي ما اكلتهاش ابدا كنت اشوفها اتقرف منها اقول ايه ده كوارع وايه اللزاليز دي وايه البهاريز دي وايه الملزق وايه المعجن وايه كنت اتقرف من اي حد ياكلها قدامي. لكن حاجه ما جربتها مره واتنين وتلاته حتت حتت صغننه كده حتت صغننه كده هتحبي طعمها وتعودي عليها.
ماشي. طبعا انا هزود ميه سخنه كمان تاني، لازم اغطيها بالميه عشان تستوي بقى على راحتها، واكمرها واسيبها بقى براحتها على الاخر. وايه، نسيبها بقى تغلي بقى طبعا انا مسخن ميه تاني على الكتل، او عندك حله سخنه تسخني فيها ميه وتحطيها على النار كده وتظبطيها، هتبقى معاكي زبده تكمريها بقى وتسيبيها تعيش حياتها. انا بدأت اعمل في الفطار ده الساعة 11 الصبح، صحيت بدري، كنا طبعا صايمين قبلها بيوم ومتسحرين وصايمين يوميها. كنت صاحية بقى الساعة 11 الظهر ده عشان خاطر الحق اخلص كل اللي ورايا. طبعا انتوا عارفين المحشي بياخد وقت، وعارفين الكوارع بتاخد وقت، لازم تاخد راحتها على السوا، ما يبقاش حاطه الحاجه ناشفه وحاطه الحاجه مش مستويه، وتبقى قاعده في وسط هدومك من اللي بياكل، اذا كنت انت ولا عيالك. لا، يبقى حاجه مظبوطه وبصي واخده راحتها على النار لحد ما تقولك يا بس. الصراحه الكرع ده ما خدش معايا وقت نهائي. كده خلصنا الكورع اللي هنفطر بيه يوم عرفات، ونحضر بقى الاكل تاني يوم. انت ليه بتحضري تاني يوم وما تحضريش لي اللحمه في وقتها؟ عشان تعرفين بقى الوقت العيد ده، طبعا لو انت بتخرجي بتطلعي وتفسحي عيالك، بتودي عيالك عند قرايبهم، تودي عيالك عند ستهم، وتودي هنا وتودي عمتهم كده، ميبقاش عندك وقت انت تيجي من بره تقعدي تطبخي وتقعدي تستني في لحمه تستوي. لا، كل حاجتك تبقى مظبوطه على الشعر. تبقى انت عامله حسابك ان جاي من بره، اكلتي عند حد ما اكلتيش، شربتي ما شربتيش، يبقى بيتك مليان خير. تيجي من بره، ماما احنا جعانين يا ماما، طلعي التلاجة وحطي على النار وسخني الرز وسخني طبيخك، واقعدوا نتعشوا ونظبطوا حالنا ومية مية. اكلتي ما اكلتيش بره، يبقى انت بيتك مستور. حد جالك طب عليكي فجأة، حد من قرايبك جالي فجأة، عندي اكل وعندي اطلع من التلاجة واسخن على طول، ما استناش. ده المفروض ان يتعمل. العيد بالذات اي حد بيطب عليكي فجأة، جايلك عندك قرايبك جايلك، لازم تحطي، حتى لو مش هياكلوا لازم تحطي. ده البني ادم المتربي على الخير، متربي على العز بقى حاجة، حتى لو لقمة بجبنة لازم يبقى بيتك يبقى فيه اكل. اعمل اكل وسيبيه في التلاجة. طبعا انت عارفة ايام عيد وفي زيارات كتير، ممكن حد يطب عليكي مرة واحدة، ليه تبقى قاعدة انت في نص هدومك يقول عليكي مش تعرفيش مثلا الناس اللي جايلك تضيفيهم. مش لازم اكل، بس انت بيتك يبقى حتى لو انت مش هياكلوا، مش هيشربوا، مثلا مش هيمد ايديهم حتى وانت حطيتي، لا ده عملت معانا واجب وزياده. حتى لو لقمه بجبنه قديمه، بس اللي يجيلك تضيفيه باللي عندك موجود، مش لازم لحمه. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كده حطينا طماطمايه، استنى هسرع لكم الفيديو شويه عشان وقتكم برضه. احط بقى طبعا اللي عارفين بقى تسبيكة الشوربة عندي ديت اساسي في كل حاجة، طماطمايه وبصلايه وورق لورا وحبهان و فص قرن، اسمه ده فص، اللهم صل على سيدنا محمد، اسمه ده، فلفل اسمر، حصى، اللي عندك حطيه. اهم حاجة طلعي حبة شوربة معتبرين، طلعي حبة شوربة، احنا مش كل يوم هنجيب لحمة، مش كل يوم هنجيب كوارع. ماشي. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ده بقى تقريبا كده نشوح بقى، نخلي السمنه كده لونها احمر شويه عشان تطلع لنا شوربه حلوه. طبعا عندي اللحمه كانت في التلاجة، طلعتها تفك شويه، ما فكتش، اقلب فيها يمين وشمال مش هتفك. ادي ورق اللورا، طماطمايه، بصل، ادي قلت لها اقعدي بقى في النار، فكي بقى براحتك بقى، مش هستناك اما تفكي 3 ساعات. حطيتها بقى تتشوح وهتفك بقى مع التشويح وكل ده عشان ننجز، مش هستناك تفك 30 ساعة. المشكلة ان انا نسيت اطلعها من بالليل، الجو حر، خفت ان هي تبوظ، وحطيتها في التلاجة عندي من تحت، ما كانش مكان، كنا جايبة عيش كتير وحط العيش في التلاجة من فوق ومن تحت. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. نقلب بقى كده
وانت وصلتي معايا لحد هنا، اختك حبيبتك بقى ايه متستخسريش فيها ايه اللايك الحلو واشتراك برضك، مش هي ايه مش هيزعلنا يعني. لايك بقى حلو وكومنت حلو منك كده، ان شاء الله باذن الله ايه قناتنا تطلع بيكم، وايه تبقى الدنيا ان شاء الله كده متظبطه. واحد لسه مفعلش القناه، ولسه القناه عندي ايه ريتش في العيد واقع جدا زي ما انتم شايفين كده. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وان شاء الله يجعلنا بالخير باذن الله يا رب، ويسعد الناس كلها. واحد بيحب الخير الناس، بس الناس تعامله بمعاملته بس. ربنا يصلح الحال ويقفلنا ولاد الحلال ويبعد عننا ولاد الحرام. بنقلب بقى ايه تقليبه كويسه كده. انا بشوحها، لازم اشوح اي حاجه، حتى لو فراخ بعملها كده، لحمه بعملها كده، كوارع بعملها كده. في ناس تسلق اللحمه في ميه سخنه وطماطميه وبصلايه وتقولك هي نفس الغرض، بس مفيش طعم. التشويحه دي بتبقى في الشوربه بيبقى طعم تاني. جربي كده تشويحه كده اللي بتشوحي بيها اللحمه دي، لو انت هتشوحي اللحمه او الكوارع والحاجات دي بتبقى فيه طعم كده حلو كده مع الشوربه، غير لما نحطيها نيه مسلوقه. انا هي كلها بتتسلق، بس انا ايه بشوف التشويح ده ليه طعم تاني، بينزل نكهه كده في الشوربه جميله. دي رأيي انا، كل واحد وذوقه، كل واحد ورأيه اللي يعجبكم. هي دي الكوارع، شايفين شربتها صافيه ازاي؟ شايفين؟ ولا نزلت ريمه ولا نزلت اي حاجه، وجميله بسم الله ما شاء الله. ننزل بقى هنا ايه ميه سخنه كمان، اللحمه والكوارع ميه سخنه. اوعي تنزلي ميه ساقعه حتى لو قعدت تغلي 30 ساعه، اوعي تنزلي ميه ساقعه نهائي. ميه سخنه وتنزلي على اللحمه او الشوربه او الفراخ كل حاجه ميه سخنه. ما عندكيش كاتل، حطي حله صغيره جنبك، براد، كنكه، اي حاجه سخني فيها شويه ميه، بحيث ان الحاجه ما تاخدش معاكي وقت. كل ما تحطي ميه ساقعه اللحمه او الحاجه اللي بتحطيها على الاكل، الميه اللي تحطيها على الاكل الساقعه دي بتخلي الاكل يطول معاكي في السوا، بيخليها تشد معاكي، خليها ما تاخدش سوا سريع، تاخد معاكي وقت طويل جدا وتشد معاكي وتبقاش حلو. هنا بقى ايه هنشيل بقى الريمه اللي احنا كنا بنعملوها اللحمه. هجيب طبق جنبي وهشيل الريمه، بس ايه بعمل كذا حاجه مع بعض وعايزه انجز. وكده ايه زودنا الشوربه ميه سخنه، هنشيل الريمه بس ايه تطلع من الشوربه عشان تبقى شوربتك نضيفه ومفيهاش اي ايه حاجه. هنسيب بقى اللحمه تستوي على جنب والكوارع ورا بعض، بس ايه اسيح شويه السمنه دول، ايه فاضل لي حبه صغيرين كده في البرطمان. الصفيحه دي هسيحها عشان هنعمل ايه مع بعض، هنعمل رقاق باللحمه المفرومه. والحله دي تعملي فيها ايه، هعمل تسبيكه بتاعه المحشي، هعمل رقاق طري وتسبيكه للمحشي. هاخد معلقتين بصل من هنا مفرومين ومعلقتين بصل مفرومين هنا، وانجزي وقتك وشغلي العيون كلها، بس خلي بالك عينك وسط راسك وانت شغاله، هتعرفي تشتغلي على العيون كلها وهي شغاله. خلي بالك الحله على النار دي فيها شوربه لا قدر الله، والحله التانية وراها فيها شوربه، تبقى عينك وسط راسك وانت ايه. طبعا كنت انا بشوف الحاجه بره بعمل ايه، جوزي جه قلب لي بس ايه بصلايه، تبصي على البصلايه بسرعه هتتحرق، هتلاقوا ايد غريبه دخلت كده عند جوزي، تبصي على البصلايه هتتحرق. كنت معرفش، كان بيغير سما ملايات السرير، بهدلت الدنيا. رحت بسرعه عملت اللي هي بهدلته ورحت رجعت تاني. معانا فلفل الوان احمر واخضر واصفر، حبه هنا وحبه للمحشي، حبه هنا وحبه للمحشي. بس هاخد شويه من هنا ازود شويه في اللحمه. دي الطاسه هنعمل لحمه للرقاق الطري، والحله دي تسبيكه المحشي. حصل معايا موقف، الرز اللي انا جايباه
ابني جاب لي كيسين رز مقفولين، اللي هي ده ايه، نص لحمة مفرومة، ده ايه، نص لحمة مفرومة. اقلبها كويس بس ايه على النار كده تقليبة عشان خاطر تتشوح وتاخد تحميرتها، عشان ما اسرحش عليها والبصل يتحرق من تحت. يدوبك البصل يدبل، بس مش عايزة البصل يتحمر جامد، بس البصل يدبل. عارفين ان بصلة اللحمة مفرومة ما تستناش ان انت ايه تسيبيها تتحمر جامد. نقلبه بس ايه فيها لحد ما تتحمر، ما حطيتلهاش لسه اي اضافات غير في الاسمر بس على البصلايه وهي بتتحمر. ماشي، حلو الكلام، كلام جميل. كده لحمه مفرومه شغاله بحمر فيها. الموبايل اللي انا بسجل منه دوت بيعمل زي ايه صوت عندي بارد ولا صوتي مسكوم، مش عارفه الموبايل دوت بيعمل صوت كده ليه، بيخلي التسجيل عندي كأن صوت تسجيل مكتوم. يبقى من الموبايل مش من انا، انا مش بتكلم من مناخيري مسكومه. هو موبايل كده مش عارفه كذا مره اسجل منه، موبايل اهو وقع. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ونقلب بقى تقليبه. طبعا الجو كان يومها حر وصيام، ويوم ايه كان ما شاء الله عليه، يوم عرفه ده ربنا يكتب لنا ثوابه. كان حر وصيام ويوم طويل. المغرب كان بيأذن الساعه 8 المغرب، كان بيأذن المغرب الساعه 8. كل واحد خلاص حس ان ريقه نشف، وعيالي يا عيني فرهضوا مني وفيصوا على الاخر. ماشي، صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كده ايه، بصلايه شوحناها بتاعه المحشي، حطينا فلفل الوان ده عشان يطعم معانا بس تسبيكه مش اكتر. ما قلتلكمش انا كملتلكمش حكايه الرز. ثواني، الرز بتاع المحشي ابني بعته يجيب كيسين رز، لقيت لك الرز عامل زي الرز الصيني، كان جايبهم لي من بالليل، شفتهمش غير وانا بعمل في الاكل الصبح. هوريكم الرزايه عامله ازاي وانا شغاله، هوريكم. طبعا اللحمه مفرومه انا خلاص، انا ايه هطفي عليها ولا طفيت عليها مش فاكره. هنشوف دلوقتي مع بعض. سبتها ايه تبرد، وتسبيكه المحشي شغاله، واللحمه شغاله، والكوارع شغاله، وسايبه كل ده على النار هاديه كده عشان يبقى تشتغل كده ايه. لسه قدامنا بتاع 3-4 ساعات. ماشي، نبدأ بقى ايه نقلب في التسبيكة، تاخد تسبيكة حلوة كده. وادي الرز اللي انا قلتلكوا عليه عامل زي الرز الصيني، عارفين الرز الصيني. وادي خضرة المحشي. طبعا هنا كنت شغالة فيديو لايف على الفيسبوك، وكنت بصور بدك ايه مع اليوتيوب معاه. وادي التسبيكة اتسبكت، حط بالراحة عشان ما تتقلبش على بره. ركزي يا ام كريم ركزي، صيام كان عامل عمايله معايا اليوم ده. الرز ده جبت كيسين رز من بالليل، والرز طلع الرز اللي هو الرفيع عامل زي الرز البسمتي كده. شفته تاني يوم قلت لابني رجعه، قال لما راجع مش هيقدر يرجعهولي عشان انا جبته قبلها بيوم. قلت اجرب اعمل بالرز ده واشوف الدنيا ماشيه ازاي. شايفين الرز اصلا رفيع ازاي، عامل زي الرز الصيني كده. اللي يعرفه هو ده اللي يفهم قصدي ايه. طبعا الرز دوت اجارك الله، اجارك الله، ولا يتحط في محشي ولا يتحط في اي اكل اصلا، خلقه ربنا. عامل زي الرز البسمتي كده بس رفيع وصغير، مش حلو نهائي، بيريح وبيعمل نشا كتير كتير كتير. يعني معرفش ده جاي من ايه النصيبة ده. بس قد ايه كمية المحشي اللي انا كنت عاملاها، التسبيكة ما اقولكمش على جمالها، وطعم المحشي بصي تحفة. لكن الرز تقيل، الرزاية تقيلة، تاكليها تحسي ان انت اتكتمتي. الرزاية ذات نفسها تقيلة، مش الرز اللي هو تاكليه كده وتقولي عايز اكل تاني. الرزاية تقيلة تلكم، مكلكعة من تحت، ما كانتش حلوة خالص. شايفة كده. بس الحمد لله يعني ايه، شغلت نفسي بيه وخلاص. انا هعمل ايه طيب،
اديكوا شايفين حاجة بتتجاب، ورز مش رخيص، رز غالي. هاخد شوية ديت ايه تسبيكة المحشي الاخر، احطهم على وش المحشي كده. الحمد لله قضيت. هنعمل بقى ايه بقى محشي ايه بقى؟ اللهم صل على سيدنا محمد. معانا ورق عنب، ومعانا كوسة وفلفل وبتنجان. معانا كوسة وفلفل وبتنجان. ماشي. شيلت انا بقى ايه المحشي لسما تحشيل الفلفل والكوسة والبتنجان، عقبال ما اخلص انا ايه الرقاق. شايفين الرقاق عدالي كده ايه؟ دي شوية شوربة، وده رقاق ناشف احطه كده ايه بيضله بالشوربة. طبعا الشوربة دي حاطه لها معلقة زبدة. الشوربة دي ايه حاطه لها معلقة زبدة. وهي سما بتحطلي طبعا متكسر كتير منه، ان هو جابوه وحطوهولي على السفرة، وسندولي عليه حاجات، حطولي عليه حاجات اللي هما جايبينها معاهم كمان. خلوني لقيت الرقاق كده ساندين عليه حاجات، صوتت في وشهم. انتوا ساندين ايه وحاطيني على الرقاق ده؟ ما بيتحملش ده، ما بيكسر بسرعة. احشروا الحاجة منه، لقيته بقى ايه بالمنظر انتوا شايفينه ده. قلت بقى اعمل ايه؟ طب بقى ايه هلصمه بقى اي حاجة، وان شاء الله يطلع زي الفل بإذن الله. ماشي. قلت بقى اسمع بقى ما تحطليش بقى اللي هو ايه الكبير ده، الصغير مكسرش كتير. انا عملت صينية وادي التانية، دي تاني صينية. انا كنت فاتحة لايف على الفيسبوك وقتها، كنت ملهية مع الفيسبوك، وكنت ناسي ان انا اصور اول صينية فين في اللهم صل على سيدنا محمد على اليوتيوب. بس انا لحقت نفسي، قلت يوسف ايه الحق ايه صوري، بس ما تجيبنيش معاك. صور بقى ايه يوسف بقى الصينية الاخيرة، وانا بعمل الايه الجلاش. حطينا لحمة مفرومة اللي عصجناها قدامكم، وحطينا دول حبة شوربة لحمة، وحطينا عليها معلقة زبدة عشان تطعمها معانا. وادي الرقاق سما بتنزلهولي في الشوربة، وبحط ايه برص الصغير ده. بدك انا مش هرميه، انا بدك هلصمه، بدك ايه حتت كده في الجوانب اللي هي ايه المفرغة دي، عشان هو طبعا مش مدور مربع. الحتت الصغيرة دي مش هنرميها، حرام. يا اما عيالي ياكلوها يقرقشوها كده، كانوا بيقعدوا ياكلوا وهم قاعدين الرقاق ده ويقرقشوا منه زي كأنه زي شيبسي كده. ماشي. صليتوا بينا على النبي، قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. واحنا عملنا ايه النهارده؟ الاكل دوت للعيد واليوم عرفات. اللي هيتفضل معانا ان شاء الله دخل الاكل كتير، والصيام طبعا مبيحبش الاكل ياما، كله ميه وعصاير وشكرا. ده حد يجيلي، حد يجيلي مره واحده يطب علينا، حد زيارات طبعا في العيد ما حدش يتوقع منها يجيله. لازم يبقى بيتك ايه في الحاجه موجوده، وفي الاكل موجود. اللي يجيلك سخني على طول وحطي. ده ايه اول هان. ماشي. دوت الرقاق الطري، هحط له شويه شوربه كده على الوش، وحبه سمنه. طبعا سمعت قالت لي انا الحبه دول هشيلهم وارقش فيهم انا. زيته كده بس بشويه شوربه على الجناب عشان يطريه معايا. شوربه لحمه بقى ايه متسقيه بالزبده. اتفرجوا بقى على الجمال الجلاش عامل ازاي. وكلوه وغير الجنة وكلوا منه، كله بقى يقولك بسم الله ما شاء الله عليه. طبعا اللحمة متظبطة ومتبهرة ومتبلة صح، لحمة المفرومة. نقطعه هو ني بقى كده ايه قبل ما ندخله الفرن. نقطعه هو ايه قبل ما ندخله الفرن عشان اقدر اتحكم فيه ما يبقاش هو ناشف. اقطعه هو ناشف. ماشي. هو ده الرقاق. اه انا هقطع كده ايه مكعبات كده ومربعات. ده الستاند، معرفش لسه جايب لي الستاند ليه، مش جايب الحاجه اللي احنا ايه كده ايه. واطلق شويه يا سام. نقطع بس هو طري كده نقطعه عشان خاطر ايه تتحكمي فيه وهو لسه طري. لكن لما يتحط في النار وينشف
هتكسريه كله، مش هتعرفي تحطي اي حاجه. معلقه سمنه حلوه بقى كده على الوش كده، عشان ياخد بقى تحميره بقى ايه وطعم جميل كده ايه معاكي. تستخسريش، لحواسه كده في الفرشه وحطي، يخش معاك الفرن بقى يتظبط. ده الرقاق الطري. ماشي، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، ويا رب يكون يجيلكوا كده ايه بالخير يا رب كده ايه، ويكون بيتكم كله عمران بالخير. وهنا بقى ايه اوريكم بس قبل ما يطلع يخش الفرن. وادي ورق العنب بعد ما دخلت بقى ايه الصينيتين اللهم صل على سيدنا محمد، صينيتين الجلاش اسمه الرقاق طري في الفرن، دخلتهم في الفرن. قلت بقى اقعد اعمل المحشي بقى ايه على الرايق انا وسما مع بعضنا كده. نعمل كده بقى نقلب بقى ونحط بقى ايه. انا هعمل ورق العنب عشان صعب سما وطي صوتك. ايه اعمل بس ورق العنب عشان سما بتبقى بيصعب عليها ورق العنب، بتحب تعمل الكرنب اكتر من ورق العنب. انا بعمل بقى ايه ورق العنب كده. انا بحب اخلي في البيت في اكل، بس بسم الله ما شاء الله. بص الرقاق طالع ازاي جميل. دي الصينيه الاولانيه وادي الصينيه التانية. احنا طبعا ما اكلناش الاكل ده كله يوميها، انا يوم الوقفه ده بعمل كذا حاجه بحيث ان تقعد معايا لتاني يوم، تاني يوم تالت يوم يبقى يوم لحد امبارح احنا بناكل فيه، لحد امبارح احنا بناكل في الاكل. المحشي طبعا ما شاء الله قعد معانا، وال ابتدى اللهم صل على سيدنا محمد. الرواية خلص في يوميها، وسيبنا المحشي موجود وقت ما نجوع نطلع نسخن. ماشي. والورق العنب ما عملتش كتير، كنت حبة صغيرين كده ايه عبال ما السما خدت الكوسة والفلفل والبتنجان، خدوا كل الخلطة بتاعة الرز. بس الرز دوت الصراحة محدش يجيب منه. هي دي كده نطلع الكوارع خلاص بقت زبدة. التسبيكة اللي ورا دي تسبيكة للكوارع. ماشي. بدك بصلاية وطماطم معصورة، وبسم الله ما شاء الله. الكوارع دي عايزة فيديو كده لوحديها. بص النخاع بيقول لكم يلا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. سمي على حاجتك كده، اذكري ربنا كتير، خلي ربنا يطرح فيها البركة. كل اللي يشوف الفيديو يقول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجة تسمى عليها ربنا يطرح فيها البركة. والكوارع قعدت معانا، والبقيت خليت برام كده موجود كده للطوارئ، حد يجي حد يقعد حد يزورنا، يبقى ايه في حاجة كده استبن كده. كنا منها كنا ما كناش منها ايه هي موجودة. بس يبقى لازم يبقى بيتك موجود في اكل في العيد بالذات. ما ينفعش تخش حد بيته انت بقى انت غير الناس. مثلا انا بروح عند الناس ما حدش بيعزم عليا، لا انت غير الناس. انت خلي بيتك دايما مفتوح، يكون اللي يجيلك يقول لك ده عملت معانا احلى واجب، ده عزمت علينا ومسكت فينا الاكل، والاكل بتاعها بسم الله ما شاء الله عليها. لو هتاكلهم ايه، لو هتاكلهم لقمه بجبنه شويه مكرونه ببانيه، اهم حاجه اكل بيتك يبقى فيه اكل. متلكيش بقى اعملي بقى وعمال والله الواحد بيعزم بقلب. يقولوا في حد بيعزم بلحمه اليومين دول، واحد بيعزم بلحمه. بني ادم الشبعان بيعزم، بني ادم الشبعان ومبيبصش الاكل، اهم حاجه الضيف اللي يجيله بيبقى بيعزم بقلب جامد، حتى لو هم اخر حبه في بيته. والله اللحمه ديت فضلت قاعده عندي 3 ايام العيد، موجوده عندي في تلاجة احتياطي. اول ما خلصنا الاكل ده اللحمه دي موجوده في تلاجة، خليتها كده استبن في طبق بشربتها، وخليتها على جنب كده. ما تعرفيش مين هيجيلك، مين هيجيلك ومين هيجي بعشمان. انت جايه مثلا قاعد عندك شويه، يقعد وقت غدا وقت عشاء، حطي وفرشي وقلب جامد كده وافردي وحطي. مش قاعده كده وسط هدومك كده مش عارفه تعملي اكل ايه. طب اطلع اسخن لك، اطلع احط لك، حطي من غير ما تسالي، حطي من غير ما تسالي. يقول لك شبعان الحمد لله، وكلنا الحمد لله شبعانين، بس حطي من غير ما تسالي.
احط طبلية وفريش على طول. والله العظيم اللحمة في التلاجة ديت حطيتها سبتها لحد اخر يوم امبارح، قلت اخر يوم العيد ده مش طلعها هخليها للطوارئ. احنا الحمد لله كلنا برا وشربنا برا وصهينا برا وعملنا كل حاجة نفسنا فيها، بس ما تضمنيش هتقعدي في بيتك حد يطب عليكي، حد يجيلك يقولك انا جايلك. يبقى ايه لو اللحمة وشوية الشوربة شوية ملوخية على السريع كده وشوية رز ابيض، هتعملي فتة وهتعملي شوية ملوخية يغمسوا بيها، هتسعي في نفسك. متقوليش حد ما كلش لحمة في العيد، كل الناس كلت لحمة، غالية بقى مش غالية، الناس كلها جابت. واللي ما عندوش ربنا بعتله، ربنا بيرد كل الناس. وقت العيد ده سبحان الله كل الناس كلها بتاكل لحمة، كل الناس. فاجي عند الجزار تقول اللي بيوزع لحمة ببلاش، فاجي عند الجزار كده في يوم قبل اليوم عيد قبل الوقفة بيوم، فاجي عند الجزار تقول يا راجل ده بيوزع لحمة ببلاش. الناس كلها بتجيب وكله عامل حسابه وعارف عياله ويجيله بعياله واللي يجيله زيارات والناس يعني ربنا يوسع الناس كلها وكل الناس تجيب. معلش طولت عليكم الفيديو، بس الفيديو الصراحة يستاهل، فيديو الصراحة يستاهل. وكده ايه حط شوية فلاس ماء وهندخلها الفرن. وادي المحشي، نحط بقى ايه شوربة المحشي بقى كده وندلع بقى الدنيا بقى ايه، نقول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. العيد واللمة بيحبوا المحشي. وادي اللحمة كده دايبة دوب، هركنها بقى على جنب دي. شكرا ليك.